بمناسبة ان احنا الفترة دي بنتفرج على كأس الأمم الأفريقية، ساعات بيهفنا الشوق كده ان احنا عايزين نتفرج على ماتشات للمنتخب مثلا في 2006 2010. طب نجيب الكلام ده كله منين؟ انا هعرفك. اول حاجة هنخش على جوجل وهنكتب فوتبوليا، ده موقع هنخش عليه. هنعمل بس حساب سريع عليه، نساين اب فوق على اليمين. هيحتاج ايميل وباسورد، ولو انت مش عايز تستخدم الايميل الشخصي بتاعك خش على الموقع ده اسمه تيمبو ميل. بيديك ايميل بس كده تستخدمه ويجي عليه رسائل في وقتها. هتحط الايميل وتحط اي باسورد تعمل ساين اب. هيطلب منك تأكيد الايميل، هترجع تاني على اللينك تعمل ريفرش وتنزل لتحت شوية لحد ما هتلاقي الايميل. خش عليه هتلاقي فيه confirm your account او my account. خلاص يبقى انت كده confirmed. فاضل خطوة بسيطة أخيرة، الثلاث خانات دول تملاهم، حط أي بيانات مش لازم الحقيقية واعمل update بروفايل. كده انت متاح ليك تتفرج على الماتشات. الموقع هتلاقيه باللغة الإنجليزية، يعني تخش على competitions مثلا هتلاقي فيه البطولات كلها، وممكن تعمل بحث باسم الفريق أو اسم اللاعب. أنا دخلت دلوقتي على كأس الأمم الأفريقية عشان أبص على الماتشات بتاعت مصر القديمة. طبعا هتلاقوا السنة موجودة والفرق هتلاقيها قدام بعض بالأعلام. في حاجة مهمة هنا، المعلقين انت وحظك، ممكن تلاقيه برتغالي، ممكن تلاقيه بالمصري، ممكن تلاقيه بالانجليزي، ممكن تلاقيه بلغات كتيرة جدا يعني. فمش شرط تلاقي اللغة العربية او معلق باللغة العربية. انا دخلت على مصر والسنغال اهو، الماتش شغال 100 فل و10. بقدر اكبر الشاشة. رحت دورت على ماتش تاني بتاع غانا ومصر في 2010، وده حلاوته انه كان معلق عربي. لو عجبك المحتوى بتاعي، انا اسمي محمود ابو السعود وهتلاقوني موجود على السوشيال ميديا بالاسم ده. يا ريت فولو سبسكرايب والحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها، وتابعوني عشان هيكون في فيديوهات تانية جديده.